نص الاستماع: الماء سر الحياة. الصف الثاني الرابع الابتدائي، الترم الثاني. هذا أول نصوص الاستماع: الماء سر الحياة. وأخيرا جاء اليوم كم أنا متحمسة، قالتها سميرة عندما سمعت جرس المنبه، فاستيقظت مسرعة وذهبت إلى والدتها وهي تقفز فرحة قائلة: اليوم يا أمي، أخيرا جاء اليوم. وأخيرا جاء اليوم كم أنا متحمسة، قالتها سميرة عندما سمعت جرس المنبه، فاستيقظت مسرعة وذهبت إلى والدتها وهي تقفز فرحة قائلة: اليوم يا أمي، أخيرا جاء اليوم. ابتسمت الأم وقالت: نعم يا بنيتي، فأنت تنتظرين هذا اليوم منذ أسبوع. وعددت كل شيء له: نعم يا أمي، فأنا أفتخر بصديقتي علياء، حيث فازت بالمركز الأول في بطولة السباحة، وها نحن الآن نجهز لها حفلا في حديقة بيتها، فقد أعددنا البيت والطعام والحلوى وأحضرنا الهدايا، وعندما تعود إلى بيت جدتها ستتفاجأ بكل شيء. احتضنت الأم ابنتها سميرة قائلة: أحسنت يا ابنتي، فهذه الصداقة الحقيقية، فهذه الصداقة الحقيقية. عادت سميرة من الحفل وعلى وجهها علامات الإحباط، فتعجبت أمها وقالت: ماذا بك؟ هل حدث مكروه بالحفل؟ هل ضايقك أحد؟ ردت سميرة: لا يا أمي، فلقد سعدت عليا كثيرا وشكرتنا، وكان الحفل مليئا بالفقرات والألعاب. ردت الأم مندهشة: إذا لماذا يبدو على وجهك الحزن؟ في الحقيقة يا أمي أنا منشغلة البال وأفكر. قالت الأم: فيما تفكرين؟ أجابت سميرة: رأيت اليوم العديد من السلوكيات السيئة من أصدقائي وتفاجأت مما حدث. لقد كان هناك عدة مسابقات وألعاب، لكنها ألعاب مائية، حيث استخدموا خراطيم المياه للرش على بعضهم، ولعبوا بالبالونات المملوءة بالماء أيضا، وأحضروا ماء وصابونا للتزحلق عليها واللعب بها. قالت الأم: لقد فهمت الآن، أنت توقعت أن ما يحدث في بيتنا من ترشيد الماء وعدم الإسراف في استخدامه يتم في كل البيوت، لكنك فوجئت بتصرفاتهم. أجابت سريعا: نعم يا أمي، فلماذا تصرفوا هكذا؟ فالماء نعمة علينا أن نحافظ عليها، فبدونه لا نستطيع العيش، وبإسرافنا فيه سينفذ ونهلك جميعا. وردت الأم بالتأكيد: يا بنيتي، لكن للأسف هو جهل بخطورة الإسراف وليس سوء تصرف عن قصد. دخلت سميرة غرفتها وتفكر كيف تنشر الوعي بأهمية الماء. أحضرت ورقة وقلما وبدأت تدون كل ما جرى، وخطتها لنشر الوعي بين أصحابها. أطلقت على حملتها لا تسرف في الماء، وبمساعدة والدتها قامتا بعمل حملة نوعية للأهل والأصدقاء حول أهمية الماء في حياتنا وكيف نحافظ عليه ونقلل من إهداره. فهل يا ترى ستنجح حملة سميرة في تحقيق أهدافها؟ وهل سنتمكن من تغيير التصرفات غير السليمة؟ هل تعتقد أن هذا السلوك صحيح أم غير صحيح، ولماذا؟ نعم، هو سلوك غير صحيح، لأن إهدار الماء هو إهدار للحياة. فازت علياء بالمركز الأول في بطولة كرة القدم أم الجمباز أم السباحة؟ السباحة. ما قام به أصدقاء علياء يدل على الكرم ولا الصداقة ولا الشجاعة؟ ما قام به أصدقاء علياء يدل على الكرم ولا الصداقة ولا الشجاعة؟ الصداقة. عادت سميرة من الحفل سعيدة متحمسة محبطة. أطلقت سميرة على حملتنا اسم: لا تسرف، رشد الاستهلاك، استخدمه بحكمة، لا تسرف. رجعت سميرة من الحفل سعيدة. خطأ، كانت فقرات الحفل تستهلك الكثير من الماء. نعم. عائلة سميرة لديها توجه إيجابي نحو استخدام الماء. نعم. ترك السبور مفتوح في أثناء غسل الأسنان تصرف سليم. خطأ. بعد أن استمعت القصة حللها بتحديد بداية القصة ومشكلة القصة ونهاية القصة. بداية القصة هي ذهبت لتهني صديقتها بفوزها، ثم في منتصف القصة حصلت مشكلة أنها وجدت أصدقائها يسرفون في الماء، وهذا سلوك لم تتعود عليه وتبغضه وتكرهه. في النهاية قررت أن تعمل
حملة لتوعية الأصدقاء والأهل بأهمية الماء. تخيل نفسك المسؤول عن الموارد المائية والري وتريد أن ترشد استهلاك الماء. ما الخطوات التي ستقوم بها؟ أولا، عدم رش الماء في الشوارع وإصدار بعض التعليمات لأصحاب المحلات بعدم رش الماء في الشوارع. أيضا عدم الإسراف في غسيل السيارات والسجاد وغير ذلك. أيضا محاولة الاقتصاد في استخدام الماء في حال الاستحمام أو في حال غسل الأسنان أو ما شابه ذلك. اكتب لافتة بمدرستك تحث فيها زملائك على استخدام الماء بطريقة صحيحة. الماء سر الحياة ولا بد أن نحافظ عليه وألا نسرف في استخدامه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. أمرنا عليه الصلاة والسلام حتى ونحن نتوضأ ألا نسرف في استخدام الماء.